انا الصراحه ما استاهلش اعمل الفيديو ده دلوقتي، يعني في الليفل الفلوس انا بعملها. بس في ناس كتير جدا تبعت لي مسجز وتعمل كومنت على اليوتيوب، انت بتعمل ازاي فلوس او بتحاول اتليست تعمل فلوس ازاي؟ يعني الفلوس اللي انا عملتها هي ايه؟ 1300. تمام، 1300 دولار. ف مش في الستيج، اكيد في ناس احسن مني بكتير عندهم محتوى بيتكلموا ازاي تعمل فلوس اونلاين. انا لسه ما وصلتش للليفل ده، بس ان شاء الله هبقى احسن منهم وهتشوفوا. ازاي تعمل فلوس، وهديك بس الستارتنج بوينت اللي انا بدات منها. تمام، انا خدت كورس او لا لوحدي، في الاول اتعلمتها لوحدي، بدات بالبوينتس دي واشتغلت عليها، وبقى عندي ايديا كده، ايديا شويه انا هعمل فلوس ازاي اونلاين. تمام، اخدت وقت كتير. قلت لكم في الفيديو اللي فات لازم تبقى جاهز، تبقى اللي انت مش عارف هيجيلك الحاجه الفلوس ازاي، بأنهي طريقه وامتى. تمام، فاول حاجه تعملها، هيدخل بقى دلوقتي خالص في فيديو سيريس يعني. اول حاجه تعملها لازم تختار حد تبيع له. تمام، مثلا هنقول دول جيم اونرز ان يو اس ان كندا، ناس عندهم جيمات في امريكا وكندا. تمام، انت اخترت الناس دي، هتختارهم ازاي؟ اكيد لو ناس معاها فلوس اكتر انت هتعرف تبقى عايز يعني تطلب منهم فلوس اكتر. فمثلا ما تروحش مثلا لناس طلاب، مثلا طلاب معهمش فلوس، هتروح تبيع لهم ايه؟ ممكن يعني حاجات بسيطه، مثلا يدفعوا 10 دولار 20 دولار مش عارف ايه. بس انت لازم تبقى عندك ماركتنج كويس، وهتكلم عليها بعد كده. بس هتختار حد ولازم يبقى معاه فلوس كتيره. تمام، لو انت حد معاه فلوس كتيره بالدولارات هتعرف تساله يديك فلوس اكتر. ما تروحش زي ما انا قلت لك لطلاب، او روح معرفش. بس هتختار حد معاه فلوس كتيره. اكيد في يو اس وكندا، بلاش مثلا في مصر، في حتت مثلا دول فقيره ناس معهاش فلوس مش هتكسب فلوس كتير. لازم يعني ناس قليله جدا، لما ممكن برضه مثلا ما جربتش، ناس قليله جدا اللي معاها الافات من الدولارات اللي هتدفعها في مثلا في ماركتنج. مثلا انا هدي ماركتنج اكزامبل. تمام، ماركتنج ايجنسي اللي انت تعمل لهم ماركتنج. فمثلا اخترت جيم اونرز في يو اس ان كندا، هم عايزين ايه في جيماتهم؟ عايزين ممبرز، ناس كتيره تروح الجيم بتاعهم. تمام، هم مش عارفين يعملوا كده بنفسهم، مش عارفين يعملوا ماركتنج اللي هو يلاقوا ممبرز يروحوا الجيم بتاعهم. تمام، وكل مثلا ممبر بيدفع لهم 60 دولار. اوكي، وهم مثلا محتاجين 100 ممبر، خليها 200 ممبر، لسه جيم جديد مثلا محتاجين 200 ممبر عشان يبتدوا كده. فتمام، انت هتختار حد وهيبقى بارت اوف نيش، وهنقول اللي هو جيم. تمام، جيم اونر وهم عايزين جيم ممبرز يجوا الجيم بتاعهم. تاني حاجه، انت بقى تحل المشكله. هتحل لهم مشكله اللي هم ما عندهمش ممبرز. تمام، فهتحل مثلا زي ما انا بقول هتعمل ماركتنج. تمام، فحل المشكله هنا ماركتنج. ممكن هو جيم زباله مثلا، انت مش هتعرف تحل المشكله دي. جيم وحش قوي مثلا، الامبلويز مثلا ما بيضحكوش في وشك، ما عندهمش ايكويبمنت كويسه. بس هنقول هم جيم كويس، هم بس محتاجين ممبرز. تمام، فهتحل لهم مشكله، وفي المقابل هتطلب منهم فلوس. تمام، الافات من الدولارات عشان تحل لهم المشكله. وكل شهر مثلا انت جبت لهم 200 ممبر كل شهر، وكل ممبر بيجيب لهم كام؟ 60 في 200 يعني 1200، صح؟ لا، 12000. تمام، انت كده زودت لهم 12000 دولار في الشهر عشان جبت لهم 200 ممبر بيدفع لهم 60 دولار. انت ممكن تاخد منهم كام بقى؟ ممكن تاخد منهم 3000 4000. ده لو انت جبت ال 200 ممبر تاخد من 3000 ل 4000 دولار لو انت حلت لهم المشكله دي. جبت لهم 200 ممبر الشهر اللي بعديه والشهر اللي بعديه، هتفضل تاخد الفلوس دي كل شهر. فاول حاجه تختار حد جوه نيش، هنقول اللي هو جيم، عايز تجيب لهم ممبرز تحل لهم مشكله، تسالهم على فلوس. ومثلا في بقى ايه، في طرق اللي انت تحل المشكله. في 3 طرق تحل لهم مشكله اونلاين: done for you, done with you, و do it yourself. عندك 3 طرق تحل لهم مشكله. يا اما انت مثلا
تعمل الماركتنج كله، تعمل ده كل حد بيبتدي. يعني انت سيبك من الاثنين دول، انت لازم هتبتدي هنا، هتعمل لهم الماركتنج بتاعهم، مش هتقول لهم يعملوا ماركتنج. مثلا دو ات يور سيلف ده اكنك بتبيع كورس، اكيد شفت كورسات اونلاين، ده اسمه دو ات يور سيلف، هو مش هيعمل لك الحاجه. done with you تعملها معاهم، هم يعملوا شويه وانت تعمل شويه. done for you انت تعملها ب 100%. انت هتبتدي هنا، تمام. انت هتقول لهم، هتروح مستر جيم اونر، مستر مثلا مستر مجدي، تمام. مستر مجدي انا هجيب لك 200 ممبر هيدفعوا لك، انا عارف ان هم بيدفعوا لك $60 وعايزك تدفع لي $3000، تمام. هيقول لك ماشي، تمام. عندك عملت كده في جيمات قبل كده، دي بقى مشكله تانية انت هتحلها مع نفسك. مثلا اول كلاينت يجي لك مثلا ما تخلوش يدفع، تعملها انت ببلاش، وبعدين عشان هو يديك مثلا تستمونيال، وبعدين انت تستعملها للجيم اونر اللي بعد كده. انا مش هدخل في الموضوع ده، انا بس هديك برنسبلز كده تبدا بيها. هتختار حد في نيش، هنقول جيم، تحل لهم مشكله، تطلب منهم فلوس، done for you done with you do it yourself، وهتبتدي done for you هتعملها لهم انت هتحل لهم 100% المشكله. واول حاجه هتوصل بقى للجيم اونرز دوت ازاي، تمام. يعني انت خلاص عارف هتحل لهم مشكله ازاي. هتقول مثلا هتعمل لهم فيسبوك ادز، هتعملوا اعلانات على الفيسبوك. ف اعلانات على الفيسبوك ثانيه بس، ثانيه. ايوه هتقول لهم هعمل لكم اعلانات على الفيسبوك، بس هتوصل لهم بقى ازاي الجيم اونرز دول، تمام. انت عن نفسك في طريقين. في paid تدفع مثلا لبلاتفورم زي فيسبوك، تيك توك، انستجرام، ويوروا اعلانات للناس دي عشان توصل لهم. في طريقة تانية اللي هو فري، تمام، توصل لهم ببلاش. انا لغاية دلوقتي بعمل الفري، لسه ما وصلتش لدرجة ان انا اعمل paid advertising. ده اكيد احسن واسرع، يعني هيوديك للناس اللي انت عايزها بالظبط. بس الفري هو اللي انت هتبتدي بيه. احنا لسه معناش فلوس كتير قوي كده يا جدعان، لازم توصل لتقريبا $50,000 في الشهر عشان تبتدي ده، عشان الموضوع غالي. فالفري بقى هيبقى عامل ازاي؟ توصل لهم بايه؟ تعمل كونتنت زي ده. انا مثلا لو في المستقبل عاوزت ابيع حاجه وعندي مثلا 100,000 سبسكرايبر، وقلت لهم مش يا جماعه اشتروا الكورس ده، هيشتروه عشان خلاص يعني مثلا عملت فيديوهات كتير جدا معروف ومش عارف ايه، هيشتروه. ده ببلاش. هعمل فيديوهات على يوتيوب، اعمل فيديوهات على تيك توك، اعمل فيديوهات على فيسبوك، انستجرام، كل حاجه اعمل فيديوهات عليها. في طرق تانية بقى اللي هو اسمه اوت باوند، يعني ده اسمه ان باوند، تمام. ان باوند الناس تشوفك وتشتري حاجاتك. اوت باوند انت تحاول توصل لهم كل واحد. يعني مثلا يبقى عندك لستة بتاعت 100 جيم اونر في امريكا، في كنتاكي مثلا، تعمل توصل لهم بقى كده ازاي؟ يعني الان باوند خلاص اللي هو التيك توك ومش عارف اليوتيوب وكده. الاوت باوند اللي هو ايميل، توصل لهم، تبعت لهم ايميل، تكلمهم على موبايل، تبعت لهم مسج، تبعت لهم مسج على اللينكد ان، تبعت لهم مسج على الانستجرام، تبعت لهم مسج على التيك توك، كل حاجه ممكن تبعت لها مسج، وده يعتبر ببلاش. ممكن تستعمل سوفت ويرز. انا بستعمل سوفت ويرز الايميل مثلا، عشان اول سنتين كنت بعملها كلها مانيول، كنت ابعت مثلا 100 ايميل في اليوم، كان الموضوع بياخد وقت كتير جدا. وكنت مثلا عشان اجيب الليسته بتاعت هنقول جيم اونرز، كنت اخد مثلا 4 5 ساعات. بس في الاول لازم تعمل الكلام ده، تمام. في الاول لازم تجيب الليسته بتاعت الاوت باوند دي. هتجيب مثلا 100 في اليوم، عايز تبعت 100 مسج في اليوم، هتقعد 4 5 ساعات. وبعديها تبعت مانيول عشان ما عندكش فلوس للسوفت وير. لو انت محوش فلوس 100 استخدمها، ما تقلقش. انا يعني كل فلوسي اللي انا كنت محوشها وانا صغير استعملتها في البيزنس بتاعي. طبعا كلها صرفتها. صرفتها. وعشان كده اشتغلت الشغلانه بتاعتي عشان اجيب فلوس. بس ما انا مش مهم، خدت الريسك بفلوسي كلها، وكانت احسن حاجه حصلت لي. وبعدين الاوت باوند هتبقى ايميل، انا هكتبهم عشان انت تبقى عندك ايميل، كول، اس ام اس، مسج، لينكد ان، كل حاجه بقى. فانا قلت دلوقتي انت هتختار حد جوه نيش، تمام، هتحل له مشكلته، هتطلب منه فلوس، هتعملها دون فور يو، انت هتعملها له كلها. وهتتواصل مع الشخص ده بطريقين. انا ما بعملش ان باوند للايجنسي بتاعتي، الماركتنج ايجنسي اللي انا بعملها لسه ما بداتوش. بعمل اوت باوند، بعمل مثلا حوالي 100 ايميل في 100 ايميل في اليوم ببعته
لناس معينه. فهتبتدي بده probably، هتبتدي بده outbound الحاجات دي. تمام. هنقلب بقى الصفحه. تمام. انت عملت بقى كل الحاجات اللي انا قلت لك عليها في الصفحه اللي فاتت. هتعمل ايه بعد كده؟ تمام. هتفضل تعيد نفس المحور. تمام. هتفضل تعيده لغايه لما تلاقي حاجه تشتغل معاك فتره طويله جدا. زي ما أنا قلت لك، انا خدتني سنتين ولسه كمان ما قربتش قوي على انا افيجر اوت بالظبط اعمل ايه عشان يجي لي زي ايه predictable revenue. اصل انت في البيزنس انت هيبقى عندك revenue وهيبقى عندك profit. تمام. اللي انت هتكسبه واللي انت هتعمله. تمام. انت لازم ده، انت عايز بيزنس يصرف عليك، فانت لازم ده كل شهر يجيب لك نفس المبلغ او اكتر كل شهر. انت لو مثلا اب داون اب داون اب داون، ده كأنه مش بيزنس، ده كأنه كده هوبي. تمام. انت شغال عليه كده هواية هوبي. فانت لازم يعني الاهداف بتاعت الاونلاين بيزنس بتقول بتبتدي عايز تعمل $10,000 في الشهر. انا عارف اللي هو رقم كبير شوية. تمام. او مش رقم كبير، هو في ناس بتعمل اكتر من كده بكتير. ده البيجنر. تمام. انا لسه في الستيج ده بحاول اوصل للرقم ده كل شهر. تمام. فهو ما تحطش 10,000، حط مثلا 1000. تمام. حط 1000 عايز توصل لها، وبعدين حط 5000، وبعدين حط 10,000. تمام. فانت عندك دلوقتي هدف تعمل ريفينيو $10,000 في الشهر، وانت اخترت حد. تمام. وبعدين هتحلله مشكلة. المشكلة هتعملها done for you، وهتعملها بوسيلة فيسبوك ادز، وهتوصل للناس دي بايميل. تمام. كل حاجة بقى من دي ليها variables. تمام. الايميل، ايش عرفك اللي انت ايميل ده صح اللي انت بعته؟ ممكن ايميل زبالة يعني uninteresting subject line وحش ومش عارف ايه، الناس مش هترد عليه. لو ايميل زي كل حد ما بيبعته، اصل هو انت مش انت الوحيد اللي عندك ايجنسي ده دلوقتي، ناس كتيرة جدا، الكومبيتيشن عالي في الاول. فانت في ناس برضو بتبعت لنفس الناس دي، يعني جيم اونرز. انا بجيب لك كده حاجه من الهوا. تمام. في مثلا معرفش كام الف ايجنسي مثلا بيبعتوا لنفس الشخص. هيفتحوا الايميل بتاعك ليه؟ تمام. هيفتحوا الايميل بتاعك عشان مكتوب احسن من كل حد. ده بقى مش اكيد مش هشرحه دلوقتي، انا بس بديك البرنسبلز. تمام. والفيسبوك ادز، انت ما بتعرفش تعمل فيسبوك ادز، لازم هتحاول مع نفسك. اول لما تجيب كلاينت تقول لهم ايوه انا بعرف اعمل فيسبوك ادز وكل حاجه، وما بتعرفش، وبعدين تفشل وعادي. انا حصلت معايا اول شهر مع اول كلاينت، قلت له هعمل لك اعلانات على جوجل، ما جبتلوش اي حاجه. كنت فاشل مش عارف انا بعمل ايه اصلا. بس تاني شهر جبت له النتيجه الحمد لله. وتاني والدون فور يو ده مش هيتغير. المشكله ممكن انت مش فاهم المشكله بتاعتهم قوي، ممكن هي ممبرز، ممكن حاجه تانية، ممكن مثلا هم محتاجين ان الناس تشتغل عندهم، ما تعرفش. لازم هتعمل ريسيرش بتاعك كويس، وممكن تعمل كل ده، تحاول تعمل كل ده، ولو حاجه واحده غلط مش حاجه هتشتغل. والسعر، انا دي اخر حاجه، دي حاجه مهمه جدا انا اتلخبطت فيها جامد السنتين اللي فاتوا. كنت بتشارج ليتل جدا، كنت بسأل على فلوس قليله جدا. انا المفروض اسأل اكتر بكتير عشان انا بجيب لهم قيمه عاليه جدا، وهو كل ده اصلا فاليو. تمام. اللي انت بتعمله ده انت بتحاول تدي فاليو للشخص ده. فا ايه كمان؟ اه اللي هيلم بقى كل الفيديو ده، انا شرحت لك ان انت لازم تلاقي حد تحل له مشكلته، هتعملها له انت الحل بتاعته، انت هتعمل له هتحل له المشكله 100%. هتلاقي الوسيله تبعت الايميلز تطلب فلوس، والموضوع ده هياخد سنتين. سنه لثلاث سنين. انا ما اعرفش، انا مش هقول لك عشان انا خدت سنتين فانت هتاخد سنتين. ممكن انت اشطر مني واذكى مني، الموضوع ياخد لك سنه، ممكن ياخد لك 3 سنين، ممكن 4 سنين عشان توصل للهدف ده. تمام. وعملت بقى الخط ده ليه؟ مين اللي بيعمل كل ده؟ انت. يو. وانت دلوقتي معكش الرقم ده $10,000، فبمعناها يعني اللي انت ما تستاهلش الرقم ده، او ما عندكش التركيبة الشخصية اللي تعمل الفلوس دي.
وانت لما بتبتدي انت ما بتبقاش ضد اي حد، انت ما بتبقاش ضد الايجنسيز التانية، انت ما بتبقاش ضد الناس اللي احسن منك ولا اوحش منك، انت بتبقى ضد نفسك. you versus you. تمام؟ انت دلوقتي ممكن عندك هابتس وحشة جدا، ما عندكش فلوس، هو الكاركتر بتاعك وحش، ما تعرفش ان انت ازاي ترن بيزنس. عشان انت لما تبقى عندك 10000 دولار وعندك امبلويز هتعرف ان انت تبقى بتدلع يوم ما تشتغلش، يوم ما تشتغل، يوم تشتغل ومش عارف ايه. لا، انت لو دلوقتي بتحاول تبدا اونلاين بيزنس، يوم تشتغل يوم ما تشتغلش، مش ديسيبليند، ما عندكش انضباط، ما عندكش بيشنس، ما عندكش قدره ان انت تتعلم حد مثلا يعمل شغلك ازاي، ما عندكش القدره ان انت لما تغلط تحاول تاني، مش هتوصل للرقم ده. الرقم ده لازم عشان توصل له لازم تبقى انت كويس. انت مثلا كاحمد، مثلا احمد واخد باله على نفسه وبيفهم وبيحاول، يعني عنده كاركتر كويس. تمام؟ بس حاجه كويسه اللي هو انت لما تحاول تعمل بيزنس زي ده، تمام، هو اوتوماتيكلي هيخليك تحسن من نفسك. عشان انت مستحيل مثلا تكون بتتفرج على افلام وحشه، بتاكل جانك فود، بتعمل كل الكلام الوحش ده وتعمل الرقم ده. فهو ده كويس، ده بيعمل كواليفاينج الناس دي. يعني مثلا 1000 واحد دلوقتي هنقول في مصر عايزين يعملوا الكلام ده، 600 هيحاولوا، 300 هيعملوا، 600 يعني 300 منهم هيكملوا، مثلا 10 مثلا هيجيبوا النتيجة. تمام؟ هنقول كده، هي بتبقى كده. تمام؟ اللي عايز يوصل ل 10 ده 10000 دولار في الشهر اللي هو نص مليون جنيه مصري، انت لازم تبقى من 10 دول. بس انا مش بقول لك كده عشان احبطك ولا اي حاجة، بس الموضوع صعب، الموضوع مش سهل. وانت لو مش مخلي بالك على نفسك وعلاقتك مع نفسك وتفضل تعمل كل حاجة انت بتقول عليها كل يوم لمدة فترة انت ما تعرفهاش ومش عارف هتعملها ازاي، عمرك ما هتوصل للهدف. وزي ما انا قلت لك، ما تاخدش كلامي 100%، انا لسه واحد بحاول اوصل للرقم ده، بس sort of بسبب ان انا بقالي كتير جدا بحاول، فهمت ايه اللي انا محتاج اعمله، اللي انا محتاج اتريد للهدف ده، ابدل ايه دلوقتي للهدف ده. انا بعمل كل حاجه للهدف ده، يعني هدف اوصل لي. بس فعلا انا بحاول 100%، مفيش اي حاجه بسيبها، كل يوم كل حاجه على الفيلد. فزي ما أنا قلت لك، تلاقي حد حل له مشكلته، انت اعملها له، الوسيله اللي انت هتحلها له بيها توصل له بالايميل او كولز او اي حاجه، فلوس، كل ده اسمه فاليو. والبيزنس هو انت في الاول، انت تبقى لوحدك بتعمل كل الكلام ده، فانت لازم تبقى عندك الكاركتر بتاع الحد اللي يوصل للهدف 10000. بس ده اول فيديو بتاع فلوس عملته، اشوفكم في الفيديو الجاي.